احنا فين في النهاردة؟ النهاردة احنا عند وكر العصابات. وكر العصابات واللوكاندا الحمراء واللوكاندا الصفراء. منظر مخيف، منظر مرعب، بيت مهجور. هنعرف قصته مع بعض. زي ما احنا شايفين دي اللوكاندا الحمراء. اللوكاندا الحمراء هي في منطقة الماكس. ايه قصة اللوكاندا الحمراء وايه قصة وكر العصابات؟ قصة اللوكاندا الحمراء إنها كانت بيقام فيها الحفلات والاحتفالات أيام الملك فاروق. آه زي ما احنا شايفين، آه الحفلات اليونانية وللإنجليز واليونان كانوا بيقيموا فيها وبيعملوا فيها الحفلات. اللوكاندا الحمراء جنب اللوكاندا الصفراء، طبعا سميت باللوكاندا الحمراء للونها الأحمر، وكان ليها شاطئ خاص دخلته من الجنب زي ما احنا شايفين، هو موجود لغاية دلوقتي. ليه بقى سميت بوكر العصابات؟ سميت بوكر العصابات عشان كان بيتمثل فيها مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية، وكانت مخبأ للعصابات. ومن أشهر الأفلام كانت فيلم الهجامة ورصيف نمرة 5. فيلم الهجامة طبعا الفنانة ليلى علوي والفنان هشام سليم، ورصيف نمرة 5 طبعا احنا عارفينه، وأفلام كتير اتصورت وكانوا بيخلوها وكر العصابات. وفي رصيف نمرة 5 كانت بيت محمود المليجي طبعا رئيس العصابة، ومن هنا سميت وكر العصابات. طبعا في التسعينات اتهجرت العمارة، سابوها الأهالي زي ما احنا شايفين، وبقت بيت مهجور ما عدا الدور الأول يسكن فيه واحد بس. وطبعا الشاطئ من ورا الفندق اللوكاندا الحمراء واللوكاندا الصفراء دخلت الشاطئ زي ما احنا شايفين. طبعا احنا بنصور من برا، ان احنا نصور من جوه طبعا منظر مرعب، وكان الجو شتاء وبيت مهجور، ما كانش ينفع ان احنا ندخل ونصور لكم من جوه. ان شاء الله المرة الجاية هنصور لكم من الداخل. دي قصة اللوكاندا الحمراء ووكر العصابات في اسكندرية في الماكس. ناس كتير بتعدي من قدامه وبتفكروا بيت مهجور. البيت ده عمره 200 سنة و... ومبني على التراث الإسلامي اليوناني. ودي اللوكاندا الصفراء زي ما احنا شايفينها برضو، كان بينزل فيها الأجانب من الإنجليز واليونان أيام الملك فاروق زي ما احنا شايفين. ودي قصة اللوكاندا الحمراء واللوكاندا الصفراء. وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتم متابعيني. أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.